هسه حبايبي اشترينا هاي الكبدة مال الدجاج، بس شوفوا شنو لقيت بيها. شنو لقينا بيها هاي المرارة الخضراء. هاي اذا تنطبخ تصير بيها مرورة، فلازم هاي كلها تتنظف. شوفوا، اخاف تشترون كبدة مال دجاج لازم تراقبون هذا الشيء. وهسه راح اطبخها قدامكم على طريقتي طبعا. شوفوا انا هنا خليت مي على النار ديفور، راح اذبي الكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. على مود شنو؟ فوره وحده، وهذا كل المي اجبه، الزفره كلها تروح. وراويكم شنو راح اسوي وراها. هسه مثل ما قلت لكم فوره وحده، نطفي الطباخ، هذا كله راح اجبه واراويكم شو راح اسوي. هسه فتحت المي البارد على مود. بسم الله. هذا كله تنديره، شوفوا كله هذا يندار، المي كله يروح لازم. بعد الزفرة طلعت، شوف الزفرة طلعت. طبعا ما ندير عليه مي بارد، دير بالكم حتى لا يجزر. هسه راح اترم البصل وراويكم شو راح اسوي. خليت الزيت على النار، راح اضيف البصل. بس يذبل البصل اضيف الكبده. هسه عندي البصل ذبل وشويه يعني احمر. هسه راح اضيف الكبده. باع الزفره من طلعت معجن. هيجي حمسه بسيطه ونضيف المواد عليها، الملح والشغلات. اراويكم شنو اضيف اني بالكبده مالتي، طريقتي يعني. هسه شويه انحمست عندي الكبده، بنضيف الملح، بهارات من هاي بهارات. هاي بهارات جدر يعني 7 بهارات. ها شوية ثوم باودر ضفنا له. هسه شوية راح نضيف لها دبس رمان. طبعا هي هاي الوصفة دبس رمان مالتها يصير كلش طيب وياها. يلا هسه اخر شي معجون الفلفل الحار، مو حار؟ خاشوقة مال الاكل. وهاي كلها طبعا حمس حمس، ما تتوقعون ايش قد طيبة هاي الوصفة، وسهلة بسرعة تصير. هسه راح اخليها على نار هادئة شوية تسبك ويعني تقدم. حبايبي هنا هسه جهزت عندنا شو يسموها نسيتها. الكبده مال الدجاج. وهاي احنا دائما متعودين ما ناكلها بالماعون، ناكلها لفات مثل المطاعم اللي بالعراق اللي بالعرباين يسووها، فدائما هيك نسويها لفات. شوفوا نحس احنا يما بالعربانه. اي عارفين احنا بالعرب. بس للاسف ذبان ماكو. نحط فوقها طماطه وطرشي، كافي طرشي بس هسه طرشي. اي هي هاي مال عربانه. يلا شنو؟ جيبي الف تدلل. تخبل طبعا. يلا هسه ذوقها اعطينا رايك.
جربوها. الف عافيه. قبول. طريقتي رهيبه، جربوها وشوفوا ما تندمون. وسلامكم العافيه.